كان ملاحظ ان مستوى زيزو قصاد اسبانيا هو كان اوحش لاعب في الملعب من منتخب مصر؟ في كل قراراته كلها غلط. يعني مثلا الكوره اللي كانت على الخط اللي وقع وانبص للحكم دي، اللي هو كان عايزها فاول، كانت اوت علينا. الكوره التانيه اللي عند الركنيه اللي جرى وطلع بيها بره. الكوره التالته بتاعت الشوطه اللي هي عرضيه، لا هي عرضيه ولا شوطه، دي اللي انا مش فاهمها. في نفس الوقت تحس ان زيزو خلاص ما عادش عنده ثقه في نفسه. انا والله بص، انا نفسي يكون كده مع الاهلي على طول. بصراحه الدغري اهو من جوايا عشان زملكاوي، انا نفسي يكون كده مع الاهلي على طول. انما مع المنتخب انا عايز كل لاعب في الملعب يبقى احسن من مصطفى شوبير. وفي حد قسما بالله، قسم في كل ماتشات المنتخب انا ما بحبش قد الواد مصطفى شوبير ده، عشان عارف انا مطمن انه واقف لنا واحد حلو. مع الاهلي اكيد عايزه وحش، ده طبيعي. بس ده اسلام عيسى يا اخي، ده اسلام عيسى كان احسن من زيزو. اسلام عيسى بقى اللي واخد لا ربع مش عشر تصيد زيزو حتى في الكوره. ولا فلوس ولا اهميته. فزيزو محتاج يراجع نفسه والله في حاجات كتير قوي. انا مش فاهم هو قال وصل كده، ومش فاهم حسام حسن بيلعبه اساسي بناء على ايه بمستواه ده.